السلام عليكم. عصام وكيل عقاري بسيدي علال البحراوي. اليوم معلومة جديدة. كومبرومي دو فونت هو عقد ابتدائي غير مسمى، خص يكون فيه التراضي بين الأطراف الشاري والبائع. العقد شريعة المتعاقدين، عقد وعد بالبيع التزام أحادي الطرف ولا جوج أطراف. الطرف الأول تلتزم ببيع عقار والثاني تلتزم بشراء هذاك العقار، وهو عقد رسمي. تعتبر عقد بيع واقف على واحد الشرط ولا جوج معين لإتمام البيع وينتج عنه أثر قانوني اللي هو عقد بيع. في حالة بغاو الطرفين يفسخوا العقد فراه تيمشيو عند النوطير اللي حرر هذاك العقد وتيتم الفسخ العقد بالتراضي، وكل واحد تيولي حر، ولا تيلجأ طرف واحد بفسخ الوعد بالبيع عن طريق المحكمة على حساب شنو ملتزمين به الطرفين. وعد بالبيع عقد سهل وصعيب في نفس الوقت. المبدأ والقاعدة العقد تيدار باللغة العربية إلا إذا الطرفين اتفقوا على لغة أجنبية، والنوطير واجب عليه يشرح هذا الشيء، خصوصا أغلب الناس ما متمكنيش من الفرنسية، وكاين اللي ما تيعرفش حتى العربية. مثلا كاين الناس اللي تيعرفوا غير الأمازيغية، في هذه الحالة ممكن يستعن بمترجم باش يشرح للطرف محتوى هذاك العقد بالتفصيل، الا ما كانش بطبيعه الحال تيفهم العربيه. وكاين واحد الحاجه اللي مهمه وتتعاون البائع باش يفسخ العقد بسهوله، اللي هو الشرط الفاسخ. منين تيمشي العقد الوعد بالبيع الا كان شي مشكل المحكمه راه تتفسخ بسهوله. وحتى المشتري تيدير شرط فاسخ الا ما خداش مثلا القرض باللي كان ناوي، وراه تيفسخ هذاك العقد بسهوله. والنصيحة للبائع قبل ما يدير عقد وعد بالبيع يطلب من المشتري الموافقة المبدئية، تتعطيها البنكة ما فيها باس، يعطيه شهادة الملكية وفي وقت قصير تياخد الموافقة المبدئية، وتيولي واحد 80% ضامن باللي هذاك البيع راه غادي يتم. وكاين البائع اللي تيشرط واحد الشرط، منين تيحط البائع العربون تيدير باللي هو راه موقف العقار واحد المده، ولا فسخ الشاري العقد تياخذ جزء من العربون تعويض ليه على ذاك التوقف اللي وقفوه. الى هنا انتهت المعلومه ديال اليوم. الفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون على معلومه جديده في العقار. تنفرح بزاف ملي تنشوف اشتراكات جديدين عندي والعائله تزيد تكبر، وتنفرح بزاف ملي تنشوف تعليق ولا اعجاب. اللي بغى يبيع ولا يشري اي عقار في سيدي علال البحراوي والجوار يتصل بيا على الرقم اللي في الشاشة. شكرا بزاف،